انما دي هتقارن بين زامبيا والجزائر، لا، الجزائر اقوى كتير جدا في كل حاجه. اولا التخطيط بتاع الكره الجزائريه والكره المغربيه خلاص دول عدونا مراحل، احنا فعلا زي ما قال كابتن احمد احنا ماشيين بخطوه بطيئه جدا، دول عدونا في كل حاجه، بيخططوا لقدام، كل اللعيبه بتحترف، كلهم بيسيبوه وما بيعتمدوش على نادي واحد، كل الانديه بتاخد البطولات عندهم كلها، ده رقم واحد. رقم اثنين اللي هو الاهم بقى، عندهم حاجه حلوه قوي منتخب الجزائر، حبهم لبلدهم وحبهم مع بعض في الملعب بيديك كرة جماعية، اصلا عندهم كرة جماعية مع ده، فمخليهم كلهم ايد واحدة، ولما تبقى ايد واحدة في الموضوع ده. عندهم شراسه ممكن نقول في الملعب. خلي بالك ما احنا برضو لعيبه وطنيين قوي، انت بنحب بلدنا. لا، ما انا جاي لك في حاجة تانية، لما تكون عندك اللعب الجماعي، احنا ما عندناش لعب جماعي، هنتكلم بصراحة، طب نتكلم ده منتخب مصر. مدرب ولا لعيبه يعني، انت من وجهه نظرك يعني جمال يعني بالماضي يعني احنا بقالهم فتره احنا معانا. كلنا خلينا متفقين، اي حد قاعد على القهوه اللي في الشارع في الاستوديو اللي خلف الكاميرات تقول لك محمد صلاح، منتخب محمد صلاح، كله بيقول لك كده. تقدر تقعد مع محمد صلاح؟ ما تقدرش تقعد مع محمد صلاح. ماشي، ما هو عشان صلاح هو الافضل. انا بقول تقدر تقعده، كل الكوره ادي لصلاح، العب بصلاح، صلاح 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 صلاح، كله كده معتمد على كده، مفيش كوره جماعيه عندنا للاسف، دي حقيقه لازم تتقال. طب ما هو احنا بدايه التعاقد مع فيتوريا فوزي يا اسامه كان ان احنا عشان ما نبقاش فيه فكره صلاح، صح؟ تتذكروا لما كنا بنتكلم في النقطه دي؟ يعني انت بتتكلم في نقطه مهمه الحقيقه. طب هل اختلف الموضوع دلوقتي؟ خلي بالك، انا اختلف؟ مش صلاح من احسن لعيبه، ما فيش كلام اصلا، يعني ما ينفعش اصلا نقارن ولا نجيب سيرته اصلا. انما انا عندي مصطفى فتحي وزيزو برضه لعيبه جامده وتقال في نفس مركزه، هتقول لي لا ده صلاح الدوري الانجليزي وليفربول هداف الدوري الانجليزي، انا معاك والله. انا ممكن استفاد منهم برضه من حتى لو أحسن. صلاح موجود ما يعني. انا بقول لك من احسن لعيبه، بس انت ممكن تدي كره جماعيه اكتر بالامكانيات اللي عندك، ده رايي انا الشخصي.